السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. او قبل ما نعمل اي حاجة انزلي كده يا حبيبة قلبي، صلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش يا حبيبة قلبي تحطي اللايك عشان انتوا بتنسوا تحطوا اللايك. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة تحفة تحفة من أجمل التورت اللي أنا عملتها، يعني على الجروب وعلى القناة. التورتة فعلا شكلها حلو قوي. التورته دي مقاس 22، بس هي صاحبتها كانت عايزاها عالية، فعشان اعمل التورته دي عالية عملتها في الصينية اللي هي 22 زي ما قلت لكم. وحطيت 4 بيضات، ادتني يعني 4 طبقات، وفي طبقة كمان زيادة، يبقى ادتني 4 طبقات. عملنا 4 بيضات ادتني 4 طبقات، وفي طبقة زيادة. هي طلبتها شوكولاتة، وزي ما انتوا هتشوفوا كده هنجلسها من بره بكريمة لونها اللي هو الايفوري، وهقول لكم بالظبط الالوان هنعملها ازاي. الطاسة دي يا حبايب قلبي كلها تفاصيل كتير، ولازم لازم لازم تسمعي التفاصيل عشان تفهمي هي اتعملت ازاي، عشان خاطر لو اتطلبت منك واحدة زيها تعرفي تعملي زيها. وانا اول مرة بصراحة اعمل الشكل ده، وكان شكل تحفة، وكان تحدي بالنسبة لي، وانا تحديت نفسي ان انا اعمل الشكل ده، والحمد لله طلع احلى كمان من انا كنت متوقعة. ويا حبايب قلبي اتفرجي على الفيديو للاخر، عشان في اخر الفيديو بتاعنا هيبقى فيه مفاجأة لكل المتابعين. يا رب كده كلنا ننبسط ونبسط بعض. عشان خاطري اتفرجي على الفيديو للآخر عشان تسمعي المفاجأة في آخر الفيديو. قولوا لي برضه رأيكم في الكومنتات. زي ما انا قلت التورته دي مقاس 22، وصاحبتها كانت بعتالي صورة وعايزاني اعمل زيها، وعايزاها عالية. يعني هي كانت كل ما تكلمني تتك عليها في الكلام وتقول لي معلش، عايزاها عالية وعايزاها نفس الشكل وعايزاها نفس الورد. والحمد لله عملت لها اللي هي عايزاه. ومقادير التورته دي 4 بيضات، و400 جرام دقيق اسبونج، ونص كوبايه ميه، ومعلقه محسن جل صغيره، وتضربيها في العجان. وتحطي عليها معلقه كاكاو كبيره، اهم حاجه تنخلي الكاكاو عشان خاطر بيكتل. وتضربيها في العجان لحد ما يديكي كده قوام زي قوام الكريم شانتيه. وتحطيها في الصينيه وتحطيها في الفرن بتقعد حوالي ساعه الا، وطبعا حسب الفرن بتاعك. طبعا انا كنت عاملاها قبلها بيوم، يعني قبلها بالليل، وتاني يوم ده انا اشتغلت في التورته بتاعتي. بسم الله ما شاء الله عالية زي ما انتوا شايفين، وطلعت تحفة والحمد لله عجبت صاحبتها. طبعا احنا عملنا ال4 طبقات بتوعنا، وزي ما انتوا شفتوا انا كنت بحشي بين الطبقات عشان خاطر هي مش هيبقى فيها اي صوصات من بره، واحنا متعودين ان الطرق اللي ما فيهاش صوصات من بره احنا بنحشيها صوصات من جوه. حطينا جيلو فراولة وجيلو مانجا، وحطينا نوتيلا بيضة ونوتيلا بني، والحمد لله عجبت صاحبتها جدا وطعمها كان تحفة. بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا التورته وجلسناها، وفي الاخر خالص جلسناها يعني تجليسه بسيطه كده بالكريمه البيضه، عبال ما نعمل الالوان اللي احنا هنحطها على التورته بتاعتنا. جلسناها كده وسيبناها في التلاجة شويه عبال ما نعمل الالوان. اول حاجه هنعمل معانا الطبقه الخارجيه للتورته باللون الايفوري اللي انتوا شايفينه ده. اللون ده عملناه ازاي؟ حطينا نقطة صفرة على نقطة بني، يبقى اللون الايفوري عملناه نقطة صفرة على نقطة بني، ادانا اللون الايفوري ده اللي هو اسمه سن الفيل او السكري زي ما انتي تسميه. يعني ده اسمه اللون الايفوري. يبقى نقطة صفرة ونقطة بني، عملنا اللون ده. وخدنا من الكريمة اللي هي لونها ايفوري دي، خدناها نعمل بيها بقية الورد. خلينا الاول في التجليس اللي هي الطبقة الخارجية للتورته بتاعتنا. هنجلس التورته بتاعتنا. انا بحط الكريمه بتاعتي فوق التورته، وبنزل كده بالسباتولا بتاعتي على جناب التورته، واقوم جايبه اسوي التورته بتاعتي الاول من فوق، لاني محتاجاها من فوق تبقى متساويه. وبعدين اجيب اللي هو السكرابر المشرشر، بس بجيب الطويل عشان خاطر التورته دي عاليه. اهم حاجه بس اظبط سطح التورته بتاعتي من فوق تبقى متساويه. وفي الاخر خالص لو انت حاسه ان الكريمه بتاعتك او السطح بتاعك مش راضي يتظبط احيانا، يعني بقوم ماسكه السكرابر ده اللي هو الاسباتولا الطويله دي، معلش، وببلها تحت الحنفيه وبمشي على التورته بتاعتي بتتظبط وتبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين.
طقم السكرابر ده حلو قوي قوي وجميل طبعا عشان التورت العالية. وفي كذا شكل تعملي بيه جوانب التورته بتاعتك. عملتها وحطيتها في التلاجة شوية، وهنبتدي هنا نعمل الورد اللي احنا هنحطه حوالين التورته. اول حاجة معانا هناخد برضو من اللون اللي هو الايفور اللي احنا عملناه ده، هناخد حوالي معلقتين كده ونحط عليه لون احمر. يبقى خدنا الايفوري وحطينا عليه لون احمر لحد ما ادانا اللون البينك اللي انتوا شايفينه ده. وبوقف اللي هو كيس الحلواني بتاعي كده، وبقوم عامله الورده بتاعتي. معلش، وانا كان المفروض ان التصوير يبقى في زاويه الورده اللي انا بعملها، بس انا ما كنتش عارفه اظبط ايدي ناحيه الكاميرا. زي ما انتوا شايفين كده، هي لفه واحده بس بعمل الورده بتاعتي، وبقفلها ما اخليش ان نهايه الورده بتاعتي تبقى باينه عشان ما يبقاش شكلها حلو. يا رب تكونوا فاهميني. دي بالنسبة للوردة اللي هو الروز اللي انتوا شايفينه. جبنا اللون الايفوري اللي احنا عملناه وحطينا عليه نقطة حمراء. وفي وردة تاني هنعملها برضو اللي هي الوردة البني. عملناها زي خدنا برضو نفس الكريمة الايفوري، بتعملي كمية كويسة وتاخدي منها وتحطي عليها بني، هتديكي الوردة البني اللي انتوا هتشوفوها. بتفضلي تحطي بني كده لحد ما تديك الدرجة اللي انت عايزاها. عارفين درجة اللي هي النوتيلا؟ بتبقى شبه النوتيلا كده، الدرجة البني اللي هي شبه النوتيلا. وبرضو بعمل فوق كده كذا، يعني كام وردة كده من فوق. انا جبت التورته اللي هي بعتتها لي وحطيتها وخدت الصورة على تليفون تاني وحطيته قدامي، وبقيت اعمل نفس الصورة اللي احنا شايفينها هنا. قبل ما انسى، هنا جبت الدست الذهبي وطبعا زودته شوية زيت كده لان ما كانش عندي مذيب اللي هو بتاع الدست. وبقيت انطر كده بالفرشة على التورته زي ما انتوا شايفين. المفروض كنت اعمل كده قبل ما احط الورد البينك بتاعي، بس انا كنت ناسيه. بس بصراحه ادى شكل تحفه 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 زي ما انتوا شايفين. بصراحه التصوير ظالمها، هي كانت احلى من كده كتير بصراحه. نطرت كده بالدست الذهبي بتاعي على التورته. وبعد كده جبت التورته من فوق ورحت ماشيه عليها برضو بالدست الذهبي زي ما انتوا شايفين. همشي كده حوالين التورته من فوق على حرف التورته كده، بيدي شكل حلو قوي. يعني انت بتجيبي برطمان واحد من الدست ده، دست ذهبي ودست فضي ودست نحاسي. بصراحة بيقعد معاك كتير جدا جدا، بيقعد كتير يعني. خلصت انا كده بقى خلاص الدست بتاعي، عملت بيه الحواف بتاع التورته بتاعتي من فوق. جيت هنا بالورد البني زي ما انتوا شايفين كده. كل وردة بينك بعمل جنبها وردة بني اصغر منها حاجة بسيطة. لازم تظبطي ايدك في مقاسات الورد عشان يبقى متناسق وتبقى شكل التورته حلو. لاني لو عملت الورد كبير زيادة عن اللزوم بيبقى شكله وحش جدا، ولو برضه صغرتيه زيادة عن اللزوم بيبقى شكله حلو. فانت خلي ايدك متناسقة وانت بتشتغلي. انا بشتغل باللي هو التب بتاع المكنة البيتيفور، هو اللي بعمل بيه الوردة. بستعمله في حاجات كتير وحلوة قوي، يعني شكله بيديني شكل حلو. لان لو اشتغلتي بالتب التاني العادي الكبير مش هيديكي الوردة الصغيرة دي، مش هتطلع معاكي مظبوطة زي ما بتعملي بالتب بتاع مكنة البيتيفور. وطبعا كلنا عندنا مكنة البوتيفور دي وكلنا جبناها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هعمل برضو ورق الشجر. برضو هجيب الكريمة الايفور اللي احنا عملناها في اول الفيديو واحط عليها نقطة خضراء، هتدينا ورق الشجر اللي هو اللون الزيتي شوية كده، مش اخضر قوي يعني. زي ما انتوا شايفين كده كان شكلها تحفة ولونها حلو قوي والاشكال جميلة، بسم الله ما شاء الله، والحمد لله عجبت صاحبتها جدا. هتحطي بين كل وردتين كده ورقة شجر، ورقين شجر. في اللي هو التب بتاع ورقة الشجر ده. كان نفسي بس يكون في المكنة بتاع البيتيفور تب ورقة شجر صغير، بس ما لقيتش، فاضطريت استعمل الكبير. والحمد لله كنت بعرف اتعامل يعني. بحاول ان انا اطلع ورقة الشجر صغننة شوية عشان تمشي مع مقاس الورد اللي انا عاملاه. وكده احنا خلصنا التورته بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفين كده شكلها تحفه بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى للمفاجاه بتاعتنا اللي قلنا عليها في اول الفيديو. المفاجاه بتاعتنا يا حبايب قلبي ان اي واحده تاخد صوره التورته دي وتنفذها عندها وتبعت لي الصوره. انا هحط اللينك بتاع البوست بتاع التورته دي اللي انا نزلته على الجروب بتاعي في اول تعليق، وبعتيلي عليه الصوره بتاعتك. واكتر صوره هيجي عليها لايك ليها عندي جايزه ماليه ان شاء الله قدرها 500 جنيه يا حبايب قلبي. كل واحدة تصور التورتة وتنفذها وتبعت لي الصورة بتاعتها، وان شاء الله يا رب ربنا يكبر بخاطرنا جميعا يا رب.
كده انا كنت خلصتها وحطيتها في التلاجة. وبعد كده صاحبة التورتة طلبت مني ان انا اكتب عليها فوق هابي بيرث داي، فرجعتها تاني وكتبت هابي بيرث داي باللون البينك اللي احنا عملناه، اول لون عملناه. بعمل خطين كده عشان خاطر الكلام بتاعي ما يطلعش مايل، بس طبعا ما بيبقوش باينين، بيبقى يعني مش باينين خالص عشان ما يبانوش. هكتب هابي بيرث داي زي ما قلنا قبل كده بالتب الصغير خالص بتاع مكنة البيتيفور. حبايب قلبي اللي شغالين في المجال بتاعي، اعملوا التورته وابعتوها لي، وان شاء الله باذن الله تكونوا فايزين. وزي ما قلت لكم، احلى تورته فيهم او اكتر تورته هتاخد لايك هي اللي هبعت لها الجايزه الماليه. انا كنت بصراحه عايزه اجيب هاند بلندر، بس لقيت ان انا مش يعني موضوع الشحن ومصاريف الشحن هتبقى كتير، فقلنا خلاص نخليها ال 500 جنيه. وربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا يا رب. هنكتب هابي بيرث داي بس مش هنكتب الاسم. وكده خلاص هتبقى التورته بتاعتنا خلصت. عشان اصورها صورة حلوة بقى دخلتها البلكونة وخدت لها لقطتين كده. بصراحة كانت شكلها حلو قوي، من احلى التورت اللي انا عملتها. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، وربنا يرزقني ويرزقكم. ولو موضوع المسابقة ده يا حبايب قلبي مش عاجبكم او انتم مش مقتنعين بيه، اكتبوا لي كده في الكومنتات، ويا عالم ربنا يرزقنا يا رب. هنا زي ما انا قلت لكم دخلت البلكونه واديتها لقطه كده، بصراحه كان شكلها حلو قوي. كل شويه كنت اخش افتح التلاجة اتفرج عليها. مع الف سلامه حبايب قلبي.